السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون لإثبات أن كاتب رسالة العبرانيين مجهول. النصارى بتعتقد أن كاتب رسالة العبرانيين هو بولس، لكن علماء المسيحية اتفقت أن بولس لم يكتب الرسالة إلى العبرانيين، ومع ذلك يؤمن النصارى بأن هذه الرسالة موحى بها من الله وأن كاتبها أيضا هو بولس. تعالوا كده نشوف أقوال علماء المسيحية في هذه الرسالة إلى العبرانيين ونشوف مين كتبها. ينقل الأب متى المسكين عن أورجانوس وهو من الآباء الأولين قال إن أسلوب رسالة العبرانيين ليس أسلوب بولس، لكن الأفكار فيها هي أفكار بولس، والله وحده أعلم بكاتب هذه الرسالة. والله وحده أعلم بكاتب هذه الرسالة، يعني محدش يعرف من كتب هذه الرسالة. أيضا ويليام باركلي في تفسير رسالة العبرانيين يقول الله وحده أعلم بكاتب هذه الرسالة. يبقى العلماء الكبار في المسيحية بتقول لا نعلم من كتب رسالة العبرانيين. يقول مؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري صفحة 275 إن كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى العبرانيين ليس عاميا كلغة بولس الرسول الذي اعترف عن نفسه بأنه عامي في كلامه. انتهى كلام يوسابيوس القيصري. يعني ملخص هذا الكلام إن بولس بيقول إن أنا بتكلم العامية، وأسلوب الرسالة إلى العبرانيين ليس أسلوب العامية، وبالتالي فكاتب الرسالة إلى العبرانيين ليس هو بولس. في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس صفحة 2636 تحت عنوان كاتب رسالة العبرانيين يقول النص: لأن كاتب الرسالة لم يعرض اسمه صراحة، اقترح بعض الشراح أسماء قد تكون هي من كتبت هذه الرسالة، وهم بولس، لوقا، برنابا، سيلا، بركسيلا وغيرهم. انتهى كلام التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. يبقى هذا الكلام يدل ان محدش عارف من كتب الرسالة الى العبرانيين، اي ان كاتب رسالة العبرانيين مجهول. في دراسة للأب ألبرت فانو اليسوعي صفحة 8 في من كتب رسالة العبرانيين، عمل الأب ألبرت فانو مقارنة ما بين بولس وكاتب رسالة العبرانيين، وقال يبدو لنا من مقارنة بين رسائل بولس وهذه الرسالة إن كاتب رسالة العبرانيين شخصية مختلفة. تعالوا كده نشوف المقارنة اللي عملها ألبرت فانو اليسوعي. بولس اسلوبه حماسي وغير منتظم، كاتب العبرانيين المجهول اسلوبه منمق وهادئ. بولس يستحسن التضاد، كاتب العبرانيين المجهول يستعمل الانتقال الهادئ من فكرة إلى أخرى. بولس يتحدث عن نفسه، كاتب العبرانيين المجهول يختفي وراء تفكيره. بولس يستعمل ألفاظ المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح ربنا، ربنا يسوع المسيح. كاتب العبرانيين المجهول لا يستعمل أبدا مثل هذه الألفاظ. بولس حينما يستشهد بالعهد القديم يسميه الكتب أو الكتاب، بينما كاتب العبرانيين المجهول لا يلجأ إلى هذا ولكنه يلجأ إلى الفعل قال. بولس لا يستخدم الألفاظ كاهن، عظيم كهنة، كهنوت، وكاتب العبرانيين المجهول يستخدم الألفاظ كاهن، عظيم كهنة، كهنوت. انتهى كلام ألبرت فانو اليسوعي. يبقى من خلال هذه المقارنة ومن خلال أقوال علماء المسيحية قد أثبتنا أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين هو كاتب مجهول. نستودعكم الله، نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.